وخبر تاني معانا خبر يخص اللاعب امام عاشور الحراق. طبعا اللي خلاص عودنا على كل هدف بعديه احتفال جديد. الناس بعد كده هتستنى امام عاشور يجيب الهدف علشان الاحتفال الجديد. بكل هدف بيجيبه لازم يكون في احتفال جديد، احتفال البالونه، احتفال الرقصه اللي هي لو هقدر اقوم اعملها لكم دلوقتي هقوم، بس المشكله اللي عندي مكان صغير. بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم. حلقه جديده من تايم الاهلي على اليوتيوب. معانا النهارده اخبار تخص النادي الاهلي واخبار مهمه جدا جدا عن صفقات اللي جايه للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. يلا يا صاحبي، قبل ما اقول لك بقى على حاجه، ما تنساش تضغط على اللايك واشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصل لك جميع اخبار النادي الاهلي من تايم الاهلي. واخيرا مارسيل كولر خلاص وافق او عرض الامر على لجنه التخطيط، وعايز الفتره ديت اقل حاجه تكون صفقتين قدام غير الصفقات اللي هو يعملها يعني من الخط اللي ورا والكلام ده. هو قال بالاخص كده ان هو عايز 2 مهاجمين مع وسام ابو علي. لحد دلوقتي هو لسه ما خدش قرار في قيد علي معلول، وطبعا هو عايز زي ما احنا قلنا ضم محترف جديد بدلا من علي معلول لو في حاله ان علي ما كملش، ويملك الاهلي حاليا مقعد في قائمه لضم محترفين في ميركاتو الشتوي. فهو قال للاهلي انه هو في حاله لو هو ما استقرش على قيد علي معلول عايز جناح مكان علي، وعايز مهاجم طبعا تدعيما للاهلي الفتره اللي جايه. وقال طبعا لو في حاله ان هو ايد علي معلول في القايمه فهيعوز مهاجم واحد طبعا من الاجانب. هو بيتكلم على الجزئيه بتاعه الاجانب. وطبعا اللاعب اللي معانا اللي حاليا الاهلي بيفكر فيه وعاوز يضمه لنادي الاهلي كليتشي. طبعا اللاعب طبعا مهاجم نادي اشبيليه. الاهلي رفع العرض المالي لشراء النيجيري كليتشي مهاجم اشبيليه الاسباني الى 3 مليون دولار يتم دفعهم على مرتين. ويرغب نادي الاسباني في بيع اللاعب نيجيري مقابل 6 مليون دولار، وهو العرض الذي يراه الاهلي اكبر للغايه. فطبعا اللاعب يعني هيبقى عالي قوي، الميزانيه بتاعته 6 مليون دولار، فهتبقى مشكله كبيره جدا قدام نادي الاهلي. الاهلي يعني رفع العرض على حسب ما احنا عرفنا، يعني ان هو رفع العرض ل 3 مليون دولار وعايز الصفقه من نادي اشبيليه، لكن نادي اشبيليه مصمم على 6 مليون. اللاعب احمد سيد غريب لاعب الاهلي السابق يقترب من الانتقال الى الوداد المغربي في صفقه انتقال حر. طبعا احمد سيد غريب لو ما حدش عارفه، ده ناشئ طلع مع نادي الاهلي ولعب شويه دقائق كده مع نادي الاهلي، وبعد كده اعاروه، وحاليا دلوقتي هو فري. فسمعنا او عرفنا ان نادي الوداد المغربي عايزه في صفقه انتقال حر، وفي خلال الايام ديت المفروض ان هو هيعلنوا عن الصفقه. خطوه وحيده تفصل عن اللاعب الفرنسي اللي اصوله مغربيه الياس شوارف لاعب نادي سيون السويسري من الانتقال لنادي الاهلي، وربما تكون اول صفقات الاهلي. الياس لاعب جامد جدا، وطبعا يعني لو الصفقه دي تمت، لو في حاله ان الاهلي اعلن عن الصفقه ديت، هتكون صفقه مميزه جدا جدا، وهيكون مغربي. هو فرنسي بس مع الجنسيه المغربيه، فهتكون صفقه يعني صفقه مميزه جدا. وهتكون بقى يعني معانا شله كده من المغرب، اشرف داري ويحيى عطيه الله ورضا سليم، فهيجي لهم الرابع بقى. فان شاء الله تكون يعني رباعيه كده النادي الاهلي خير لنادي الاهلي. وفي مهاجم اجنبي في المراحل المفاوضات الاخيره للاهلي. الاهلي خلاص يعني حط ايده على اللاعب اللي هو عايزه، وخلاص يعني يوم او يومين بالظبط الصفقه الاهلي هيعلن عنها. صفقه اجنبيه، مهاجم اجنبي الفتره اللي جايه هتشوفوه في نادي الاهلي. وخلال الاسبوع الحالي بعون الله يتم الاعلان عن الثنائي المحلي
مدافع او وينج، العش وزيكو او البنوبي. 3 صفقات الاهلي هيختار منهم صفقتين من الدوري المصري. كولر وعد الساعي باعطاء فرصه ومشاركه الفتره اللي جايه، وبالفعل طبعا كولر يشارك الساعي في اخر لحظات في مباراه استاد ابيجان بدقائق بسيطه، والساعي اثبت انه يستحق الثقه والفرصه الكامله، وعمل اسيست اكتر من رائع، وهيكون باذن الله بدايه مشوار عمر الساعي مع الاهلي. وخبر تاني معانا خبر يخص اللاعب امام عاشور الحراق. طبعا اللي خلاص عودنا على كل هدف بعديه احتفال جديد. الناس بعد كده هتستنى امام عاشور يجيب الهدف علشان الاحتفال الجديد. بكل هدف بيجيبه لازم يكون في احتفال جديد، احتفال البالونه، احتفال الرقصه اللي هي لو هقدر اقوم اعملها لكم دلوقتي هقوم، بس المشكله اللي عندي مكان صغير. طبعا يصبح اول لاعب مصري عبر تاريخ الاهلي يسجل هاتريك في المجموعات دوري ابطال افريقيا، والنجم الاحمر هو افضل لاعب في افريقيا هذا الموسم بتقييم 9.8 من 10، بتفوق على الجميع داخل القاره. الاهلي اقوى نادي في افريقيا. وزي ما قال طبعا ناقد رياضي بدون ذكر اسامي، طبعا بيطلع على قناه برضو فضائيه، قال ان الاهلي خساره يبقى موجود في دوري ابطال افريقيا، حرام وظلم جامد للفرق اللي بعد كده. طبعا الاهلي لازم يتحط في حته دوري ابطال اوروبا او دوري ابطال اسيا، يعني الدوريات الجامده ديت، فحرام ان هو يبقى موجود في دوري ابطال افريقيا. انتظرنا بكره ان شاء الله في حلقه جامده جدا جدا جدا، وجميع صفقات الاهلي اللي بيخلص فيها هنطلع نتكلم فيها ونقولها لكم بشكل رسمي. وطبعا في النهايه ما تنساش تدعي لاخواتنا وحبايبنا اهل غزه واهل فلسطين بالدعاء، وربنا ينصرهم ان شاء الله. وكمان تذكر الله وتصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وتضغط على اللايك وتعمل اشتراك وتفعل زر الجرس. وفي النهايه شكرا ليكم وشكرا لدعمكم. السلام عليكم.